ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله فيديو جديد. قلت بقى اوريكم عملنا ايه في الفرن. وغبزنا النهارده عيش فلاحي. قلت بقى اوريكم العيش الفلاحي واوريكم عملنا ايه. عملنا صينيه رز بالبطاطس بالبطاطس والطماطم وفلفل، عملتها في الفرن. انا كنت بس قطعه منها، وعملت صينيه الرز المعمر ديت برده في فرن الفلاحي. كنت عايزه اصورهولكم والله واحنا بنخبز، بس بصراحه انا ما قدرتش خالص اعمل، لاني يعني سلايفي وهم اللي ساعدوني في الغبيز، ما بقتش قادره اصور. شوفوا يا حبايبي بقى، عملنا الرز معمر في الفرن بقى، بس بسم الله ما شاء الله بجد طالع طعم وريحه تحفه، غير ما بتعمليه في البيت خالص خالص. لاني في فرن البوتاجاز ده بصراحه بيطلع حلو قوي قوي، في فرن الفلاحي غير فرن البوتاجاز، اسفه، طالع بطعم وريحه جميله جدا. بصوا يا حبايبي شكله. عملت صينيتين الرز دول، وعملت وغبزنا عيش فلاحي. هوريكم بقى العيش الفلاحي الاخر، بس قلت اما اوريكم الرز. بصوا بقى يا حبايبي، هقطع منه واوريكم عامل ازاي الرز دوت. بصوا بسم الله ما شاء الله بجد جميل جدا جدا. بصوا انا هقطع بصراحة، بقطع خرطتين عشان انزلهم لحماتي، عشان هي مش عملت رز، انا اللي كنت بخبز انا وعمل. بصوا شكله اهو، بصراحة الكاميرا ظلمة خالص خالص. بصوا الشكل، والرزة كلها لبن وعاملة ازاي. انا بقى قلت انزل لها خرطتين وسلفتي خرطتين، لاني هما ما عملوش الاتنين في الفرن رز معمر. قلت اعمل بقى وانزل لهم. احنا كلنا عملنا رز بطماطم، بس هما ما عملوش رز معمر بلبن، يعني قلت انزل لهم. بسم الله ما شاء الله الصينية كبيرة يعني هتكفينا وتفيض. قلت انزل لهم كل واحدة حتتين منها بردك عشان يدوقوه. وقلت بقى اوريكم احنا عملنا ايه النهاردة، واوريكم العيش. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا العيش، انا عملت القرص دوت. انا بصراحة مش هنا اللي غابزة ولا حماتي، لا احنا جايبين غبازة هي غبزت لنا. بصوا بصوا العيش، بصوا العيش عامل ازاي اهو. بصوا العيش خالص بسم الله ما شاء الله قمح خالص. ده عيش فلاحي يا حبايبي، احنا غابزينه في الفرن الفلاحي. انا كنت مصوره لكم قبل كده على القناه، اللي هيخش القناه ويتفرج على الفيديوهات هيشوف العيش دوت. انا غبست القرص ده والنص ده راخر اهو، النص ده راخر، غبست يعني قرص ونص اهو زي ما انتوا شايفين كده. هذا نص قرص وقرص، بس انا ركناه على ما يبرد براحته، وبعد كده هحطه في الفريزر. هحطه معاكم بردك واوريكم انا بحطه ازاي. حطيته قبل كده العيش الفلاحي ده، عملته في اكياس كده وحطيته معاكم. بصوا يا حبايبي ده قرص بسم الله ما شاء الله. بتيجي الغبازة تخبزه لنا، بتعمل القرص ب100 جنيه، يعني بتخبز القرص ب100 جنيه. انا غبزت قرص ونص، خدت 150 جنيه عليهم. ولا بقى تتعبي نفسك ولا بتاع، هو بس تعجنيه وتقرصي وهي بتخبزهولك وتطلع بسم الله ما شاء الله زي ما انت شفتي كده. ده يا حبايبي العيش، وده عيش بقى ملدن، انا لدنته في الفرن، انا منشراه على الانتريه كده، لاني ما قدرتش بقول لك يعني قلت لمنى حطيه في اي حته. انا جيت رميت العيش بصراحه ودنتني مرميه على السرير من التعب، مش قادره لسه قايمه بقى. قلت ايه ما هو اصور بقى لحبايبي واوريهم العيش. بصوا ده عيش ملدن، ملدنينه في الفرن اهو زي ما انتوا شايفينه كده. ده عيش ملدن لدناه في الفرن، ان بسم الله ما شاء الله برضه. يعني انا تانية الرغيف نصين، مش هو الرغيف كده يا حبايبي، والرغيف رقيق خالص اهو. بس بصوا بيتكسر من البتاع عشان تلدينه رقيق خالص. قلت بقى اوريكم عملتنا ايه النهارده. متنسوش بس يا حبايب قلبي تشجعوني باللايك والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس،
تشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوة مع بعض. قولولي ايه رأيكم بقى في العيش الفلاحي، ولو عايزين بقى فيديو اصورهولكوا واحنا بنخبز هبقى اصور لكم ان شاء الله. بقى اما تيجي بقى حماتي تخبز هصورهولكوا. اللي عايز الفيديو يشوف احنا بنخبز ازاي وبنعجن ازاي والعجين بيبقى ايه، خش على القناة هتلاقي الفيديو انا مصورة قبل كده طريقة العجين وبنخبزه ازاي وبنعمله ازاي كل حاجة. بس انا قلت اوريكم بس عملنا ايه وغبزنا ايه. بصوا يا حبايبي هحطه بقى في اكياس زي ما حطيته معاكم النبه اللي فاتت. العيش دوت عملته في اكياس كده وحطيته في الفريزر، هعمله بردك معاكم ان شاء الله بس على ما يبرد. اهو بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني العيش الله اكبر عليه جميل جدا جدا. وبصوا طري خالص لسه عشان هو لسه جاي من الفرن ومفتح عامل ازاي. ده العيش الفلاحي يا حبايبي، غير عيش الطابونة وغير العيش التاني اللي بنعمله في الفرن الافرنجي. ده العيش ده غيره خالص. متنسوش بقى يا حبايب قلبي تشجعوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوة. وانا اوريكم العيش كله هو اللي انا مفرضاه على الانتريه والعيش الفلاحي اهوت. يعني نوريكم كل العيش مفرداه وحطاه على الانتريه. متنسوش بقى يا حبايب قلبي تشجعوني وتقولوا لي ايه رايكم في العيش دوت، وفي ناس بتحب العيش ده زينا ولا لا. انا بصراحه العيش ده عندنا اللي بيحبه اولادي وجوزي. وبعدين انا قلت بقى انا داخله بقى ولاده بقى، يعني قلت عشان يبقى ايه برضك عيش الطابونه ساعات بيجي مش حلو خالص، قلت دوت يبقى في الفريزر. حبوا ياكلوا منه يعملوا يبقى في الفريزر موجود. جالنا حد حاجة يبقى في الفريزر يطلعوا منه. يعني برضك انتوا عارفين الواحدة اما بتخلف يعني بيبقى البيت رايح جاي وكده. قولولي ايه رأيكم يا حبايبي بقى في العيش. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوة. بصوا يا حبايب قلبي بقى وريكم العيش الفلاحي اهو، العيش اللي انا ملدناه والعيش اللي غبزته وكل العيش اهو زي ما عملناه. اللي عايز بقى يشوف العيش ده بنخبزه ازاي وبنعمله ازاي يخش على القناة هيلاقي فيديو الغبيز وفيديو العجين يعني اللي بنعجنه ازاي والغبيز ازاي. خشوا على القناة وانتوا هتشوفوا العيش كده بنعمله بطريقة حلوة قوي. دوت احسن من عيش الطابونة كتير كتير. يعني عندي جوزي وعيالي بيحبوا العيش دوت. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوة مع بعض. وقولوا لي ايه رأيكم بقى في العيش الفلاحي، في حد بيحب العيش الفلاحي زينا ولا بتحبوا العيش بتاع الطابونة. تعالوا بقى اوريكم. وخلصنا بقى ودوت كان فيديونا النهاردة الرز ابو لبن، رز معمر في الفرن ورز بطماطم والعيش الفلاحي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومع الف سلامة.